لما قلت ان انتي تنفقي من الحاجة اللي انتي نفسك تجيلك، مش معنى كده ان انا اعمل الحاجة حرفيا. يعني مش معنى كده ان انا مثلا عايزة بيت يعني فاشتري بيت. يعني الموضوع مش كده، الموضوع مش مادي بحت، الموضوع يتعلق بالمشاعر. انا كان قصدي المشاعر. انتي عايزة البيت ليه؟ عايزة بيت جديد ليه؟ هل انتي حاسة بملل؟ هل انتي عايزة تجددي؟ هل انت عايزه تحسي بامان اكتر؟ بيت مثلا في مكان امن؟ هل انت عايزه تعيشي رفاهيه اكبر؟ مثلا البيت اوسع، البيت في حي ارقى؟ ايه الغرض بتاعك من الهدف ده؟ انت عايزه تعملي الهدف ده عشان تحصلي على مشاعر عامله ازاي؟ شوفي بقى المشاعر اللي انت عايزه توصلي لها دي وحسيها من دلوقتي. ده معنى ان انت تنفقي على نفسك من الحاجه اللي انت عايزاها. البنات اللي قالت لي برضو طب انا عايزه اتجوز، شوفي انت عايزه تتجوزي ليه؟ علشان حد يديلك اهتمام؟ عشان حد يديلك حب؟ ادي كل ده لنفسك، حسي بالمشاعر دي كلها لوحدك. ولما تعملي كده هيجيلك هو بكل